السلام عليكم، حياكم الله. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الديك، يعني اللهم بارك، يعني سلعة اللهم بارك. خوتي الموضوع تاعنا اليوم يعني الربح من الدجاج، اللهم بارك. نشوفوا يعني هذا الدجاج الاحمر ومعاه زوج ديوكا يعني بلدي عرب. واش هو الميزه تاعهم فيهم؟ هذوك الريش ما فيهم في الرقبه تاعهم، يعني يحط لك يعني فلوس، يعني ينتج لك فلوس، يعني شباب بزاف. كرواز ما بين العربي والدجاجه الحمراء، يعني تعطيك كرواز مو شباب، يعني اللهم بارك. اليوم مهم باختصار، يعني كما تعرفوا الدجاج الاحمر يعني بياض بامتياز، يعني اللهم بارك، عكس الدجاج العربي يعني المعروف المنتشر عندنا، يعني بيضة قليل، وخاصة في فصل الخريف يعني يكون قليل بزاف. لكن الدجاج الاحمر يعني مشروع مربح جدا. يعني لنفترض بلي عندك 100 دجاجة حمراء، تعطيك يعني في اليوم انتاج 60%، 70%، 80، يعني على حسب. يعني الدجاجة ليست آلة، يعني غادي كل يوم تعطيك، يعني عندها نسبة في السنة كم تنتج في السنة. ممكن تكون مريضة هذاك النهار، مهم ولا علينا. يوجد كثير من الأسباب، يعني ما تعطيهمش فيتامين، ما تعطيهمش علف متكامل إلى غيره. احنا نقولوا 60%، يعني أقل إنتاج 60%، يعني تعطيك 60 حبة بيض في اليوم، يعني في 10 أيام 60. استغفر الله يا ربي، 60 حبة في اليوم يعني تعطيك في 10 أيام يعني 600. يعني احنا نديرو افتراض 20 يوم باش تحط في الفقاصة 600، يعني 1200 بيضة. 1200 بيضة تحطها يعني في الفقاصة، نقولوا أقل نسبة غادي تخرج لك إن شاء الله تخرج 900 مثلا. إذا كنت في الجزائر وبحت الفلوس العربي يعني 100 دينار، سوف ينتج عنك 9 مليون سنتيم. يعني خاوتي 9 مليون سنتيم يعني ربح. تقلع تكاليف العلف إلى غير الكهرباء، إلى غير التعب تاعك اليومي، يقلعوا 3 ملايين، تعطيك 6 ملايين ربح، يعني ربح صافي. يعني ما شاء الله. يعني هو هذه احتمال يعني الدجاجة، يعني هو انت قادر توسع اكثر ولا اقل، يعني الربح فيها لان هذا الدجاج يعني كما تعرفون هو يتباع البيض تاعه في المحلات، يعني معروف يعني بالانتاج تاع الغزير. خاصة انه وضحت يعني دياكة يعني تكون ما شاء الله يعني فيها صفات، مثلا تحط عليها تحط بيض يعني دجاج بلدي او دجاج الاسترالوب او بلايموت كما هذاك، يعني حاب بلدي بصح فيهم ما فيهمش الريش في الرقبه، يعني ما شاء الله. يعني يعطوك انتاج يعني اللهم بارك، ويعطوك حق الالوان، مختلف الالوان خاوتي، يعني ما غاديش يعطوك حمراء ولا بيضاء، يعني يعطوك اسود احمر ابيض كل شيء يعطوه لك. يعني نفس الدجاج البلدي. اصلا الدجاج البلدي هو كروازمو بين السلالات، هذا ايضا يعني هذا بصفة يعني الربح اللي باغي يربح، يعني ما شاء الله، يعني انتاج غزير وغادي تربح ان شاء الله. وايضا العالف يعني انا نعطيهم لابونت يعني تاع دجاج البياض، يعني باش يبيض، يعني هذه اصلا سلالة بيض بصح لازم يعني تحرك سعرات حرارية كثيرة في اليوم باش تعطيك انتاج، يعني لازم توفر لها يعني علف متكامل. وانا ايضا يعني راكم تشوفوا يستريحوا ياكلوا الدود التراب، يعني عايشين نفس دجاج البلدي، يعني اللهم بارك. انا خاوتي راني نطول عليكم باش نشرح لكم يعني كلش يعني بالتفصيل، نعطيكم النسبة يعني هي غير 100%، لكن يعني شغل شبه مطابقة للأصل. يعني كي نعطيك 100 دجاجة قلت لك 60%، إن شاء الله غادي تعطيك ممكن كاع 80% إذا وفرت لها مثلا، خاصة في الشتاء زدت لها ساعات الإضاءة في الليل، يعني تعطيها 2 ساعة زيادة في الليل، يعني ما شاء الله يعني غادي يكون عندك إنتاج زيادة. اما اذا ما توفرش عندك كهرباء وشويه ظروف، ممكن حنقولوا انتاج 50% 60% في اليوم. 100 دجاج تعطيك 50% ل 60 بيضه في اليوم، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ايضا تعطيهم الفيتامينات، اذا كان
عندك مشروع مربح لازم تصرف عليهم شويه وتعطيهم فيتامينات في الماء، يعني ما شاء الله باش يكون قوي يعني في المناعه ما يمرضلكش. ايضا حاجه تفكرت شيء، يعني هذا الدجاج يعني اذا اشتريته مثلا اشتريتها من البائع الفلوس، يعني الشركات بيع الفلوس، يعني هم يقدموا له لقاحات يعني عده، يعني غادي يكون مأمن من عده يعني امراض وفيروسات، يعني يكون الدجاج تاعك محصن عكس الدجاج البلدي اللي تشري من الاسواق ما يكونش محصن يعني من الامراض، قادر يجيك في اي لحظه مرض يقضي لك على القاطع. المهم ان شاء الله نكون فتكم ولو باقل معلومات. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. وايضا اذا اردت يعني تخصيب جيد يعني ما تكثرش الديوك الى درجه يعني ما الديوك تقعد تتنافس في بعضها وما يلقحولكش دجاج، يعني اعطي نسبه، اعطي مثلا 7 دجاجات اعطيهم ديك يعني تكون جيده جدا. اما اذا اعطيت مثلا 100 دجاجه اعطيتهم مثلا 30 ديك، يعني غادي يكون تنافس شديد وغادي يكون كثير من البيض غير مخصب. يعني لازم نسبة يعني تكون متقاربة، يعني ما يتنافسوش الديكة كثير على الدجاج، وتكون ثاني الدجاجات متوفرة لهم، وايضا ما يغبنوش الدجاجات. يعني الدجاجات ثاني تحتاج الى نفسية، يعني الدجاج ايضا يحس، ايضا الدجاج عندما لا يكون امن لا ينتج. اللهم بارك تبارك الرحمن، ما شاء الله. وهي الأحسن تحط الدجاج هذا الأحمر بسلالات يعني تكون جيدة، مثلا أسترالو أو جنواز تاني، أيضا جنواز تاني ما شاء الله. جنواز تاني يكون عاري الرقبة نفس هذا لكنه في الحجم كبير جدا، يعني اللهم بارك. أيضا تحط بلاي مولت الأمريكي، أيضا سوف تنتج لك يعني كتاكيت يعني في المستوى جيد، يعني تكون مرغوبة في السوق، يعني تكون حجم تاعها ما شاء الله، والألوان تاعها تكون يعني جيدة جدا. ما شاء الله. يلقح خوتي عادي ديك العربي الدجاج الحمر، يعني اللهم بارك. اللهم بارك. ايضا يعني يكون عندك ثاني انتاج وافر، يعني الكتاكيت خوتي يعني نقول لكم يعني في 20 يوم يعني انت قادر تحط البيض يعني كل اسبوع، يعني اسبوع تتوفق عندك كميه مثلا 600 800 حبه على حسب كم تربي الدجاج. ايضا يعني لازم توفر عندك مساحه، يعني باش توفر يعني مكان الكتاكيت الجديده، لان العدو الكتاكيت هو الاكتظاظ يقضي لك على نسبة من الكتاكيت بسبب الموت، بسبب الفيروسات، كثير من المشاكل. اللهم بارك. أيضا أنصحكم بشراء الدجاج يعني هذا الأحمر عمره 4 أشهر، يعني 4 أشهر هو يعني العمر المناسب لشراء هذا الدجاج، لأنه يكون قريب الإنتاج، لأنه هو ينتج شهر 5 4.5 إلى 5 يبدأ الإنتاج، إنتاج بيض صغير، لكن بعد أسبوع 2 أسبوع صغير، خاصة هذا الدجاج الحجم تاعه يعني ما شاء الله كبير جدا في البيض، إنتاج والحجم يعني كبير، يعني اللهم بارك. ودجاج الديوك التي تختارها اختار كما قلت لك تكون متميزة وتكون شوية ضخامة وشوية ألوان تاني تكون شابة، يعني هذا هو أساس المشروع، وإن شاء الله مربح، يعني مربح جدا، صدقوني مربح، خاصة اللي عنده مكان يعني واسع باش يسرح، أما مكان ضيق ممكن يحط فيه 20 دجاجة على الأكثر باش ما يحصلش اكتظاظ وأمراض. أما إذا كان مكان كبير يحط دجاج كثير وسوف ترى النتيجة، يعني دجاج كما قلت لكم بياض، يعني شهر خاصة تقعد تدخل في الأرباح، يعني بعد شهر انطلاقة تربح. كما راكم تشوفوا التنافس دياكا، خاصة إذا كانوا دياك بزاف. أنا في
في المرقه تاعهم، في الكوري تاعهم راني فالق. انا كل ديك حاط لها 8 ولا 9 دجاجات، وهذا تاني 8 9 دجاجات مخليهم يعني براحتهم. وفي الصباح نطلقهم يستريحوا، قبل المغرب نرجعهم. اللهم بارك تبارك الرحمن. راني دجاج في القمه. خاوتي اللي عنده اي استفسار ولا اي شيء يحط في التعليقات، وغادي يلقى ان شاء الله. يعني نعطيه اللي بغى يتواصل معي، نعطيه اسم الفيسبوك يتواصل معايا، ونوجه يعني حتى في صناعة الفقاسات، يعني في تربية الدجاج، يعني نوريك اللي نعرف واللي نقدر عليه. هذه هي خاصة يعني اللي عنده وظيفة يعني ويكون عنده مساحة، يعني هذا ما يحتاج يعني وقت كثير، خاصة تعطيهم الصباح يعني عند ذهاب الوظيفة، تعطيهم الأكل، تطلعهم يسترحوا. بعد خلاص قبل العصر يعني كي الرجوع تاعي تاني تعطيهم أكل خلاص. يعني يكون عندك ما يدوكش حتى 5 دقائق ولا 10 دقائق. خاصة هذا الدجاج يرعى، يعني خاطرني نقول لكم يرعى، يعني العلف كمية قليلة لا تؤثر في الإنتاج خاصة، لكن تكون يعني كما قلت لكم علف لابوانت يعني تاع البياض باش ما تأثرش. انه هو غادي ياكل كلش، ياكل حشرات، ياكل حتى بقايا الطعام. انا نمدلهم يعني بقايا الطعام ديما تكون عندهم، سلطة يعني اي شيء ياكلوا يعني ما شاء الله. هذه هي خاوتي، نخليكم في امان الله والسلام عليكم.